زمان وانا لسه في بداية الشباب، وقفت انا ومجموعة من اصحابي نجرب شرب السجاير. فلما جيت دور عليا وانا بقى افلام جيمس بوند واكلة دماغي، حطيت السيجارة في بين شفايفي بمشهد سينمائي، ورفعت راسي كده وبطلع الدخان وبنزل بعيني، إلا ولاقي جوز عمتي موجه اللغة العربية بيبصلي قبل ما يكمل طريقه بهدوء. خفت، لكن عدى يوم والتاني والأخبار ما وصلتش البيت. عمتي ربنا يديها الصحة زارتنا وعدت على خير، فقلت الموضوع مات، يا إما ما شافنيش أو ربما ما حبش يتسبب في مشكلة. يومين كمان وأنا في المدرسة، إلا ولاقي تفتيش موجه اللغة العربية اللي هو جوز عمتي، بس هو جاي تفتيش من الإدارة. فاتكهرب الفصل، دخل الأستاذ عبد الله يرحمه يحسن إليه، وبص للفصل، بعدين شاور عليا وقال لي تعالى قدام السبورة. فرحت، فلقيته بيسألني اسمك ايه يا ابني؟ فهنا بقى الفرق لعب في عبي. قلت له كريم. قال لي طيب اكتب كريم على السبورة. فمسكت الطبشورة على قولة كاظم الساهر واستنيت الجملة، فقام قايل ببطء اكتب كريم يشرب السيجارة على قارعة الطريق. اعرب يا كريم. بصيت في عينيه، لقيت صرامة الدنيا، فعرفت ان جريمتي ما عدتش ولا هتعدي. فقلت اجيبها من قصيرها، فرديت وقلت له كريم مفعول به على اي حال. اتفضل اضرب. هو في الحقيقة ما كانش بيضرب، هو كان بيبص لمدرس اللغة العربية بصة ويهز راسه هزة ويمشي، ويسيبني للمدرس اللي فضحته وخليت سمعته على كل لسان علشان يخلص مني. من غير لف ودوران انا كنت واد شقي، باد بوي، شقي لدرجة ان العيلة كانت اوقات بتعمل لي جلسة تأديب، ولما اسأل عن السبب اجتماع بيناقشوني ويعملوا لي استجواب. لما كنت اسألهم عن السبب يقولوا لي بص احنا مش عارفين يا ابني، احنا مش عارفين نمسك عليك اي حاجة، بس اكيد انت عامل مصيبة، يا بتعمل مصيبة يا هتعمل مصيبة، واحنا جايين نحذرك ونقول لك ونهددك، وكلام كتير ما كنتش بسمع معظمه. انا عارف ان عدد لا بأس بيه من اللي بيسمعوني في العشرينات قد مهند ابني، ربنا يحفظ الجميع. وفكرة ان انا الاب الهيرو ما بقتش بتاكل. فمن الاخر يا مهند يا ابني، ابوك كان زعيم عصابة على قده، ولكن مفيش طريق مشيته غلط الا ودفعت تمنه، مفيش خطوة اتسرعت فيها الا وكعبلتني، مفيش شطحة الا وجابتني على جدور رقبتي. بشتغل من وانا عندي 12 سنة، مستقل ماديا بشكل شبه كامل من وانا عندي 15 سنة. يعني ثقة في النفس مع قلة حكمة وتجربة. اتعلمت بس بالغالي. مشكلة الدنيا يا ابني انها بتديك دروس في اوقات هي محدداها. يعني اهم درس عرفته في حياتي كان متأخر، درس بيقول نصيحة الاب رخمة زي الدواء رخم، بس بأمر ربك فيه الشفاء. نصيحة الاب بغض النظر عن شكلها، لان في الحقيقة في ابهات علاقتهم بالعيال شبه حرب الشوارع، المحبة غالبة طبعا بس المناوشات دفناها. لكن في الغالب ان الاب لما بينصح بيكون جايب لك من الاخر. صدقني يا ابني او يا صاحبي، ابوك بني ادم عدى على الدنيا وعدت عليه، غلط وخبط ورزع وترزع فيه،
مواقف كتير عملها ممكن ما تعجبكش عادي، مش نبي هو. ممكن ما يكونش أجمد أب ولا أنجح شخص ولا أذكى زوج، هتلاقيه قافش مع ماما بيحصل. أقول لك سر، الأبهات دي حاجة غريبة. الأب يزعل عشان الواد تنح فيه من جواه فرحان إن الولد بقى ليه شخصية، يكدره عشان بيجادل ويلوكلك وهو فرحان إن الواد بقى بلسانين. ألفت وكبرت يا سيدي. الأب بيخرج من بيته شايل جواه قضية، لابس بدلة وشنبه منور وقاعد في وظيفته باشا، بس دماغه في فستان بنته اللي عندها مناسبة وقسط النادي عشان الواد يلحق يشترك في التمرين، وبيدبر خطة يوفر بيها تمن الباص عشان بالكاد دفع مصاريف المدرسة. ظلموا الأب كتير، والله ظلموه. اتمنع من حقه في البكا، كبرياءه ونبله خلوه يخبي جواه اللي لو قاله وارد يرتاح. بس الراجل ما بيقولش عشان ما يقلقش أهل بيته. مسكين الأب ابن اللذينة، متهم بأنه بره رامي سايب ما بيشاركش، والغلبان محمل على جتة تحس ان العمر بيخشها ضارب نفسه في 2. ممكن ما يكونش بيغطيكوا في الشتاء، مش عشان هو مكبر، لا، عشان تعب على ما جاب الغطا. طبعا يقينا مهمته مش فلوسه بس، لكن للأمانة أوقات واحنا بنلفت نظره لأهمية دوره التربوي بنستخف كتير باللي بيقدمه. بيبقى ناقص نقوله هو انت بس اللي بتشقى على جري عيشك؟ ما كل الأبهات بتشقى. كل الأبهات بتجري وتشقى، واللي بيجري بيحتاج يرتاح، محتاج ياخد نفس. وانا صبي وشاب كنت متهور طايح في الدنيا. لما نزل مسلسل رأفت الهجان سموني ديفيد شاذلي سمحون، عشان دماغي دايرة دايما وما بهمتش. منكرش اني اتعلمت على الرصيف كتير، بس في المقابل ضيعت فرص كتير لما ما سمعتش. لو ابوك عايش اوعى تضيع الفرصة، اوعى تشوفه غير انه كبير. وسواء كانت حياته هادية من وجهة نظرك او فيها زوابع وتقلبات وازمات، وبغض النظر عن تخبطه في اوقات في البيت سواء معاك او مع والدتك، فانت ما تعرفش الراجل ده شايل جواه ايه. ابوك هو اهم راجل في الدنيا. التجاعيد اللي في وشه اتشقت وهو بيجري عليك، شعره شاب في الساقية اللي ربط نفسه فيها عشانك. واسأل اللي ظهره اتكشف هيقولك حس بايه بعد وقوع الجدار، بعد ما الاب راح. هيقولك انه فهم بعد فوات الاوان ان صوت ابوه العالي اللي كان بيصدعه كان مداري بيخوفه. ما المسكين ما ينفعش يبقى خايف وما ينفعش يبقى ضعيف. هيقولك انه عرف بعدين ان في دموع هربت في سكات في الدرة، وخوف اتقبض عليه في القلب، عشان الاب المفروض يبان صارم وقوي، ما هو اللي بيحمينا، هو عمود الخيمة. هيقولك انه بقى اب هو كمان وتهد، بس ما ينفعش يقول عشان هو كمان مربوط في الساقية وشايل على ظهره ومحمل. ابوك يا صاحبي، ابوك يا ابني، ابوك هو اكبر حاجة في عينيك. بغض النظر كان هادي وطيب وحسن السير والسلوك، ولا ممن اخطأوا وشربوا السيجارة يوما على قارعة الطريق ومعرفوش يعرفوها.